لو فضلت تضيع وقتك الوقت مش هيرحمك. هتيجي لحظة تبص وراك وتقول كان ممكن أكون حد تاني، بس الوقت هيكون خلص. الوقت مش بيستنى حد، هو ماشي سواء انت بتتحرك أو واقف، وكل دقيقة ضاعت منك في حد تاني بيقرب من حلمه وانت بتبعد. الناس اللي نجحت مش معاهم وقت أكتر منك، معاهم نفس ال24 ساعة اللي عندك، لكنهم استخدموا وقتهم صح وانت سايب وقتك يتبخر. لو حسبت عدد الساعات اللي ضاعت منك على السوشيال ميديا، التأجيل، التردد، الانتظار، هتكتشف انك ضيعت شهور ويمكن سنين من حياتك. ركز معايا، تنظيم الوقت مش معناه انك تشتغل 24 ساعة. تنظيم الوقت معناه انك تعرف امتى تشتغل وامتى ترتاح وازاي تستغل يومك صح. تعال اعرفك ازاي تنظم وقتك في 3 خطوات بس. اول خطوة، تحديد اولوياتك من الليلة. خطط ليومك قبل ما تبدأ. لو بدأت يومك من غير خطة يبقى انت بتسلمه للفوضى. قبل ما تنام اكتب جدول بسيط لليوم اللي بعده، اكتب فيه العاجل والمهم، حدد فيه الأولوية بس. هتتفاجئ قد ايه حياتك هتبدأ تاخد شكل مختلف. تاني خطوة، اقفل مصادر التشتت. مفيش تنظيم وقت هينجح لو حياتك مفتوحة على كل حاجة في نفس الوقت. الموبايل، الإشعارات، المقاطع، السوشيال ميديا، كل ده بياكل وقتك وانت ساكت. خصص وقت تتعامل فيه مع الحاجات دي، ما تديهمش فرصة يدخلوا في وقت إنجازك. واوعى تبدأ يومك بالموبايل. لو صحيت وفتحت الموبايل أول حاجة كأنك سلمت يومك للفوضى من غير ما تقاوم. لكن لو بدأت يومك بخطة واضحة بتفرض سيطرتك من اللحظة الأولى. تالت خطوة، خليك ملتزم. الانضباط مش رفاهية، الانضباط ضرورة. مش هتحس بنتيجة من أول يوم، بس لو التزمت أسبوع ورا أسبوع هتلاقي حياتك بتتغير قدام عينيك. وأخيرا، ما تنساش تحمي وقتك من الناس اللي بتضيعه. مش كل طلب لازم تقول عليه أيوة. لو كل حد سحبك شوية مش هيفضل منك وقت. اتعلم تقول لأ من غير ذنب. الوقت اللي بتديه للي مش مهم بتاخده من حلمك. لو انت مش بتحترم وقتك محدش هيحترمه. كل دقيقة بتمر يا إما بتقربك من هدفك يا بتبعدك عنه. متديش فرصة لحد يسرق وقتك ولا تسمح لنفسك تضيع وقتك على لا شيء. أنا مستر ستيك، ودي كانت رسالتي ليك. الوقت هو عمرك وانت المسؤول. ولو الكلام ده لمس قلبك يا صديقي، اشترك في القناة، فعل الجرس، وشارك الفيديو مع أي حد لسه بيضيع وقته. وسيب لي في الكومنت ايه أكتر حاجة بتسرق وقتك. أشوفك الحلقة الجاية يا صديقي.